يعني الكارما تلغي فكرة الإيمان باليوم الآخر. آمن بالكارما ما بيآمن باليوم الآخر. علوم الطاقة تلغي أركان الإيمان. كيف تلغي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله، إحنا نستعين بالكون غير الله. تلغي الإيمان برسوله، لأنه إحنا بنعتبر إنه الوحي ما انتهى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإحنا في كتير ناس مثل كتير من المدربين أنكروا السنة. أوكي. تلغي الإيمان بالله وملائكته، الملائكة. اوكي، في ناس كثير بيعتبروا الملائكه وعي. اوكي. تلغي القضاء والقدر لانه قانون الجذب. اوكي. وتلغي الايمان باليوم الاخر كمان. كثير ناس بيعتبروا انه الجنه والنار وعي، انه انت بتقدر تعيش الجنه بالارض والنار وفي بالأرض. ناس بيحكوا هيك. والكارما، الايمان بالكارما وكارما هذا انه بتلغي، لانه احنا اذا امنا بالكارما اذا احنا لغينا فكره انه انت بتنزل بروح واحده وبتعيش تجربه واحده وفي بتموت وبتروح للبرزخ وبعدين في يوم الاخر وتحاسب عليها. بالضبط. ما بيتفقوا الاثنين مع بعض، ما بيتفقوا الاثنين مع بعض. اكيد. وعلى فكره بدي اقول لك معلومه كثير مهمه، انه الهندوس خلقوا فكره الكارما لانه الكهان اوكي كان عندهم طبقيه، فبدهم يحطوا طبقات في المجتمع حتى يكون عندهم هاي الطبقيه المجتمعيه. وما كان عندهم تفسير ليش في ناس بتنولد فقراء وناس تنولد اغنياء. وحبوا هاي الفكره حتى يكون في طبقيه الكهان، بعدين رجال الاعمال، بعدين كذا. يعني قمه التفرقه، قمه قله العدل، قمه الهدف يعني